انتهت مباراة الرجاء البيضاوي المغربي ضد الوداد المغربي بنتيجة التعادل السلبي 0-0. التحليل العام: المباراة اتسمت بالحذر الكبير من الطرفين، حيث غلب عليها الطابع التكتيكي أكثر من الجمالي. كل فريق حاول السيطرة على وسط الميدان دون المخاطرة كثيرا هجوميا، مما جعل الفرص الحقيقية قليلة جدا. الرجاء الرياضي لعب بأسلوب الاستحواذ المنضبط مع محاولة بناء اللعب من الخلف. اعتمد على الأطراف خصوصا الجهة اليمنى، لكن اللمسة الأخيرة كانت غائبة. التنظيم الدفاعي كان جيدا، خصوصا في التحول الدفاعي السريع بعد فقدان الكرة. الوداد الرياضي دخل بنهج أكثر تحفظا، مركزا على غلق المساحات والاعتماد على المرتدات. الوسط كان قويا في الافتكاك، لكن غاب الإبداع في التمريرات الأمامية. الدفاع كان منظما وأبطل العديد من محاولات الرجاء في الثلث الأخير. نقطة التحول في المباراة: لم تكن هناك لقطة حاسمة تغير مجرى اللعب، لكن التبديلات المتأخرة من الجانبين قللت من فرصة تعديل الإيقاع الهجومي. المباراة بدت وكأن كلا المدربين فضل الخروج دون خسارة بدل البحث عن الفوز. خلاصة فنية: تعادل منطقي في مباراة تكتيكية أكثر منها مفتوحة. الرجاء قدم أداء أكثر تنظيما. الوداد أظهر صلابة دفاعية كبيرة، لكن غياب الجرأة الهجومية من الطرفين جعل النتيجة عادية مقارنة بتاريخ الديربي البيضاوي.